إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد على قناتكم ديوان الخبر. دائما إخواني أخواتي، في إطار متابعتنا في قناتكم ديوان الخبر على الانتخابات الأمريكية وكيفاش غيكون العالم في ظل رئاسة دونالد ترامب للبيت الأبيض الأمريكي. في الحلقة السابقة هضرنا على كيفاش غادي يعني يكون الوضع ديال الصحراء المغربية في ظل رئاسة ترامب لأمريكا. وهذا الشريط اللي غادي تلقاو بالنسبة اللي مازال ما شافوا شيء هو شريط مهم، أنصحكم بمتابعته لأن فيه مستجدات وفيه معطيات جديدة. غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على العلاقه ما بين امريكا دونالد ترامب والصين، ولماذا يعتبر ترامب ان الصين هي قضيته الاولى، ويعتبر ان العدو الرئيسي لامريكا هي جمهوريه الصين. دعوني بدايه باش نأسسوا النقاش ونعرفوا بالضبط الحيثيات ديال هذا التفكير. إن صح التعبير أنا أصيب بالتفكير الترامبي. دعوني أولا باش نفرشوا الأرضية ديال الحوار ديالنا وتفهموا مزيان ماذا نقول. غادي نمشيو لأن كما تعرفوا ترامب معروف عليه بأنه رجل ديال الصفقات، ومعروف عليه بأنه يمارس السياسة من منطق البيزنس، وبالتالي يمارس العلاقات الدولية انطلاقا من علاقات الصفقات، وكانه يدبر شركة. هذا هو ترامب، وهذا علاش تلقى العالم متخوف، أوروبا كذلك متخوفة، لأنه رجل له منطق مغاير في تدبير شؤون الدولة، وهو يترأس بهذا المنطق أكبر دولة في العالم اقتصاديا وعسكريا وسياسيا. إذا باش نفرشوا الحوار ديالنا ونفهموا بالضبط علاش ترامب تيهضر بهذه اللغة هذه بأنه الصين هي العدو الرئيسي وهي قضيته الأولى، خليوني نعطيكم نموذج، يعني الناتج الداخلي الخام ديال أمريكا. هادشي الأرقام ديال 2024. الناتج الداخلي الخام ديال امريكا وصل في 2024 ل 28 تريليون دولار، متبوع بشكون؟ بطبيعه الحال بالصين بشحال؟ 18 تريليون دولار. ثم في الرتبه الثالثه تجي المانيا مع اليابان تقريبا متقاربين. المانيا شحال عندها؟ 4.5 واليابان 4.11. اذا حنا باش نفهموا بالضبط يعني هذه العلاقه ديال تدبير ترامبي مع الصين، امريكا 28 تريليون دولار، الصين 18، الدوله الثالثه عندها 4 فاصلة شي حاجه. يعني هنا لو كان ما كانتش الصين غادي تكون امريكا عندها 28 والدوله الثانيه عندها 4.59 اللي هي المانيا. فبالتالي غادي تكون امريكا تسيطر على العالم لوحدها لسنوات وسنوات، لان هذاك اللي عنده الرتبه الثالثه وعنده 4 تريليون دولار باش يوصل 28 تريليون دولار غادي يخصو واحد سنين وسنين. وهذا يعني بان امريكا ستظل تسيطر على العالم لعقود وعقود. لكن ملي تدخل الصين يعني في هذه المعادله وتتولي عندها 18 تريليون دولار في الناتج الداخلي الخام، هنا كيفاش تنتصوروا العالم من منظور اقتصادي؟ وهذا هو المنظور مناش تيشوف دونالد ترامب العالم. من منظور اقتصادي تلقاو بان كاين جوج ديال الدول اللي هاربه بشكل كبير على العالم وتيجي الدول الاخرى. تلقاو 28 عند امريكا تريليون دولار، 18 عند الصين، ثم تلقاو ربعه. اذا تيولي العالم الا بغيتي تقول مقسم الى كوكبتين. كوكبه اللي مشات بعيد يعني باش توصل لها غادي خصك عقود وعقود. اليابان عندها 4.11، المانيا 4.59، باش يوصلوا للصين اللي عندها 18 راه خصهم نيت سنوات كثيره وعقود كثيره. الصين مع امريكا كاين هناك تقارب. ولا خدينا واحد المعطى اخر اللي هو
يعني كيف يتطور، وهذا ديال يعني التفكير الترامبي يفكر بهذه الطريقة هذه. الصين يعني يتطور اقتصادها بسرعة تفوق السرعة ديال أمريكا. أمريكا الآن يلاه تتحقق 1.5 حتى لجوج يعني في نسبة النمو، وهو بطبيعة الحال مرتبط بالناتج الداخلي الخام. الصين يفوق كان الصين جوج الارقام 10 من بعد يعني كورونا ولات بين 5 و7، يعني انها تتطور بواحد الوتيره اكبر من امريكا، فبالتالي هذا الفرق بين الصين وبين امريكا غادي يبقى تيتقلص. فالعالم اذا ما غتبقاش حاكمه غير امريكا، غتبقى حاكمه امريكا والصين. وهناك بطبيعه الحال محللين اقتصادي يقولوا بان يعني عما قريب في عقد او عقد ونصف، يعني قل من عقدين، غتولي الصين تتفوق على امريكا وتولي هي القوه الاقتصاديه الاولى، وامريكا لن تسمح بان تنازعها دوله اخرى ريادتها للعالم. اذا هنا تنفهموا علاش ترامب من منظور اقتصادي محض وبحت تيقول بأن الصين هي القضية الأولى ديالو، وهي العدو الرئيسي الأول ديالو، هي اللي تيحاول يعني جميع السياسات الخارجية ديال أمريكا تبنى حتى الداخلية، وغنشرح لكم كيفاش. السياسة الخارجية والسياسة الداخلية في التصور الترامبي مبنية على أساس العداء للصين. بالنسبة للسياسة الداخلية، هو بغى يرفع يعني الجمارك على يعني الواردات من الصين في اتجاه أمريكا، اللي غادي توصل حتى ل 300%، يعني باش يقضي على يعني الصين. والهدف شنو هو؟ الهدف هو ان الشركات اللي مشات تتقلب على الانتاج يعني بسعر رخيص باش تعزز التنافسيه الدوليه ديالها، مشات بنات يعني المعامل ديالها مجموعه ديال الدول بما فيها الصين. هو بغى يعني هاد الشركات خصها تجي دوك المعامل ديالهم تجيبها من الصين وتجيب ديرهم في امريكا باش تخدم اليد العامله وتخدم الاقتصاد الامريكي. لكن هاد الشركات عندها اشكال، هي ان الانتاج ديالها في امريكا مرتفع، الشيء اللي تيقلل من التنافسيه على الصعيد الدولي. اذا واش بغى يدير؟ بغى يزيد الحمايه الجمركيه ضد السلع ديال الصين. اذا غيكون مداخل، هذه هي الشكل باش يفكر ترامب. ملي تيرفع يعني الرسوم الجمركيه، وهو تيقول عنده واحد المصطلح شهير ويتداول جميع المحللين السياسيين بان هذه التعريفه الجمركيه هي افضل او اجمل مصطلح في القاموس في العالم. هو تيبغي هذا ديال التعريفه، يعني التعريفه الجمركيه الى رفعها بديت توصل حتى ل 300%، يعني المداخل ديال الخزينه غادي تكثر. اذا غادي يكون عنده امكانيه باش انه ينقص من الضرائب. ملي غينقص من الضرائب على الشركات، ديك الساعه غتكثر التنافسيه ديالها، وغادي تلقى بانه السعر باش كدير الانتاج ديالها او الثمن باش كتنتج في الصين غيكون يقارب بالثمن اللي غتنتج به في امريكا، ويكون هذا حافز باش انهم ينقلوا يعني العمل التجاري ديالهم والصراعي من الصين الى امريكا. هذه هي النظريه ديال ترامب بخصوص هذا المجال الاقتصادي. لذلك ترامب يعتبر بان الصين هي العدو الرئيسي، وهي يعني البوصله باش يعني تيدير او يعلن القرارات ديالو الاقتصاديه. انا شرحت لكم دابا داخليا كيفاش بغى يدير، وهذا الشيء بطبيعه الحال ماشي على الصين، حتى على اوروبا. مثلا في قطاع السيارات، السياره الالمانيه تباع بكثره في امريكا الى جانب السياره الصينيه، بالتالي تزاحم السيارات الامريكيه. فهو بغى يزيد في التعريفه الجمركيه على هذه السيارات باش ما تبقى شيء رخيصه، يطلع الثمن ديالها، فبالتالي يولي السياره الامريكيه حتى هي تتبع. هذه هي يعني الاستراتيجيه او يعني طريقه التفكير ديال ترامب. هذا الشيء علاش اوروبا
متخوفة، لأن إلى رفع يعني التعريفات الجمركية، وعلما بأن العالم نيو ليبرالي يعني يمشي بواحد الطريقة أخرى، يمشي بطريقة ديال يعني حرية يعني السلع وحرية الحركة ديال السلع. غادي تجي مناش؟ غادي تجي من هذا من إلغاء الحماية الجمركية. ففي واحد الوقت كان العالم يسير نحو اتجاه أنه يحيد يعني التعريفات الجمركية، وبدا تيدير المناطق الحرة إلى غير ذلك. وكاين منظمات الكات، هي المنظمة الدولية الخاصة بالتجارة، من بين الأهداف ديالها هي حرية السلع، وحرية السلع تقتضي أن لا تكون هناك رسوم جمركية، كما هو في الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي تتحرك فيه السلع بكل أريحية بدون رسوم جمركية. ترامب هو يعني عنده واحد الفلسفة ما هي نيوليبرالية، ما هي اشتراكية، خليط بين الاثنين. فهو بغى يرجع يعني الحماية الجمركية باش أنه يعني يعزز الاقتصاد الأمريكي. وانتم عارفين بأنه تيقول بأن أمريكا أولا، أمريكا فيرست، هي الأولى. إذا الصين هي أوروبا عفوا هي كذلك متخوفة. إذا الآن دونالد ترامب غادي يتخذ مجموعة ديال القرارات باش يعزل الصين. إذا باش يعزل الصين هو ذكي من هذه الناحية هذه، ما تيكثرش عليه الأعداء. فغادي يحاول ما أمكن أنه يعني الأماكن التي تسيطر عليها الصين غادي يحاول يفك الارتباط ديال خاصة الدول اللي الكبرى في العالم، ورأسهم روسيا الاتحادية بزعامة فلاديمير بوتين. فهو والكل يعرف هذه المسألة هذه. وأوكرانيا متخوفة بشكل كبير. راه ملي غادي يجي البيت الأبيض في يناير المقبل، أول قرار غادي يتخذوا هو أنه غادي يحبس الدعم العسكري لأوكرانيا، غادي يفرض على أوروبا باش توقف الدعم العسكري ديالها، وبطبيعة الحال اللي خالف هذا الشيء كاين العقوبات الاقتصادية واللي أوروبا ما قاداش عليها في الظرف الراهن. إذا أوكرانيا ستستسلم، ما يمكن لهاش تواجه القوة ديال روسيا بدون دعم أمريكي وأوروبي. فبالتالي غتضطر أنها تفاوض مع روسيا. بماذا؟ بشروط روسيا. فبالتالي ستكون روسيا هي المنتصرة، وهذا غادي يخلي روسيا تقترب أكثر إلى أمريكا ترامب وتبتعد عن الصين، باش ديك الساعات أمريكا ترامب تنفرد بالصين ودير فيها ما بغات. غادي تظهر لها بشكل قوي إلى جانب العقوبات الاقتصادية إلى ذلك. أنا ما غنهضرش على الصين كيف ستتعامل مع هذا التسيير الترامبي وهذا العداء الترامبي للصين. الصين حتى هي عندما تقول انها دولة من اكبر الدول في العالم، لها تواجد يعني في مجموعة من القارات، وخاصة عندنا في القارة الإفريقية بما فيهم بلادنا المغرب. فحتى هي بطبيعة الحال تتوجد عندها ما تقول، عندها هذا موضوع نقدر نخصص له حلقة أخرى باش نعرفوا كيف يمكن أن تتعامل الصين مع هذه التهديدات. أنا فقط باش ما نطولش عليكم غادي نهضر لكم على نموذج واحد كيفاش يعني ترامب ينظر إلى الصين وعلاش هذا العداء للصين. نتوما تتعرفوا الآن بأنه في المجال ديال الاتصال خدا واحد يعني واحد البعد كبير بزاف بخصوص الهواتف النقالة. واصبح الاقتصاد العالمي راه تيدور كله على لي بيسي بوردابل، على الهواتف النقاله الى غير ذلك. وانفردت جوج ديال الدول يعني باحتكار العالم ديال الهواتف النقاله اللي هي ابل ديال امريكا، وكذلك والمؤسس ديالها هو ستيف جوبز، وكذلك سامسونج ديال كوريا الجنوبيه. طيب، ولكن حتى هذا المجال ما هناتهمش الصين. دخلت شركة جديدة جديدة يعني تأسست في 1987. هذه الشركة سميتها هواوي. فدخلت للسوق وبدأت تنافس شركة ايفون. ودابا الآن تتلقى سامسونج هي الأولى في المبيعات، وتتلقى بعض المرات الايفون
وهذا وهواوي هي الثالثه، وفي بعض الأحيان تتلقى هواوي هي الثانية وتترجع أيفون الثالثة. يعني هناك صراع بيناتهم بخصوص الرتبة الثانية. إذا هنا أصبحت الصين تشكل خطر على الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كانت هي قدوة يعني دولة يعني قوية، وانفردت على تستطيع أن تنفرد برئاسة العالم إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، فيعني العمود الفقري المستقبلي ديال الهواتف تلقاو هواوي الصينية داخلة في منافسة شديدة مع شركة ايفون بخصوص السمارت فون. ولكن الشركة، وهنا بزاف ديال يعني الناس ما فاهمينش هذه المسألة هذه ديال أن الهواوي هي شركة قوية لا على الايفون ولا على سامسونج. وانا غادي نقول لكم علاش. لان احنا دابا تنشوفوا غير يعني الهاتف النقال، يعني هذا البورتابل اللي تنشوف. هذا البورتابل راه ماشي هو يعني هو كل شيء في السلسله ديال الهاتف النقال، ديال يعني الموبيل. الهاتف النقال كاين تجهيزات. حنا تنقولوا الجيل الرابع، دابا تنهضروا على الجيل الخامس، تنهضروا على الجيل السادس. راه ماشي غير في هذا البورطابل، هذا راه ساهل حاله. الجيل الخامس والجيل السادس في الاجهزه او اللواقي اللي تشوفوا فوق الديور والمراكز الهاتفيه، هادو ما تتصنعهمش لا سامسونج ولا ايفون، ما تعرفوش اليوم. تتصنعهم الهواوي وشركة سيمنز الألمانية وشركة الكاتيل الفرنسية وشركة نوكيا الفنلندية. هذو هما الشركات المعروفين بخصوص ماشي الهواتف، بخصوص الأجهزة والمراكز الهاتفية واللواقط. دوك لي زونتين اللي تيكونوا في الديور فوق الديور باش يعني تيكون عندك الإشارة أو السينيال ديال في الهاتف النقال ديالك. إذا هواوي تشتغل على الجانبين. هي الشركة الوحيدة في العالم اللي استطاعت تكون رائدة في الأجهزة ديال المراكز الهاتفية، ورائدة كذلك في البورتابلات لي سمارت فون. إذا هذه الشركة غير عادية وغير طبيعية، واللي استطاعت تستحوذ على الجيل الخامس. دابا هي الأولى في العالم ديال الجيل الخامس. شدات الصين يعني كدولة كبرى، شدات المارشي في الهند اللي غتجهزها باللواقط ديال والمراكز الهاتفيه ديال الهاتف الجيل الخامس في الهند. شدات روسيا، شدات المانيا، حتى دخلات امريكا في عهد ترامب باش فرضت عليها تلغي الصفقه ديالها مع هواوي. لان علاش؟ تعطي واحد المنتوج اللي هو يعني من ناحيه التكنولوجيا جد متقدم، ومتقدم على المنتوجات الاخرى ديال فرنسا والمانيا وفنلندا، وبثمن ارخص. هذه المعادله باش دخلت الصين للسوق خلاتها هي الاولى. فبالتالي ترامب سيجن جنونه وغادي يحاول ما امكن باش انه يطيح بالصين. اذا هكذا غادي تكون العلاقات مع الصين، وبطبيعه الحال هذا الشيء غادي يخلي ترامب انه يدخل مع الصين في مواجهه الاحتكاك العسكري. ما نساو شيء بان البوارج والحاملات الطائرات والغواصات الامريكيه متواجده في بحر الصين وبالقرب من تايوان، من اجل حمايه تايوان ضد يعني الجيوش والهجومات الصينيه. اذا غادي يكون واحد النوع ديال الاحتكاك العسكري مع الصين. الأكيد أن الصين لا تريد الدخول في مواجهة مباشرة مع أمريكا. هي إذا كان ترامب يقول أمريكا أولا، الصين تقول الاقتصاد أولا، فهي بالتالي لا تغلب الجانب العسكري وإنما تغلب الجانب الاقتصادي. وهذا الشيء علاش خلاها تدخل بقوة لأوروبا، اعتمادا على الاستثمار واعتمادا على رؤوس الأموال وعلى الصناعة. إذا هكذا غادي يكون العالم يعني في ظل رئاسة ترامب للبيت الأبيض. وبطبيعة الحال هذا سيؤثر على مجموعة ديال القرارات، بأن يعني انطلاقا من يعني هذه الشروط الاقتصادية اللي شرحت لكم، غتكون القرارات السياسية ديالو لأول مرة تلقاو بأن العامل الاقتصادي
هو المحدد في القرار السياسي، لأن قبل تيكون القرار السياسي يتفوق على القرار الاقتصادي. يعني سياسيا تتكون عندك رؤية سياسية عاد باش من بعد تجي الأمور الاقتصادية. هو لا قلب الآية، يعني أنه يفكر اقتصاديا، وعلى ضوء المصالح الاقتصادية ديال أمريكا تتخذ القرارات السياسية ديالو. هذا هو يعني التفكير الترامبي باش غادي يسير العالم في الولايه ديالو لرئاسه البيت الابيض. فبالتالي يعني هذا المستوى اللي وصلت الصين في الاقتصاد غادي يخلي ترامب على ضوء هذا باش يزحمها اقتصاديا، غادي يتخذ القرارات السياسيه ديالو، بما فيها انه ممكن يعطي لروسيا كل ما تريده من اوكرانيا. بغات روسيا تبعد عليها يعني الحلف الناتو، يعني الحلف الاطلسي. فترامب هو اصلا لا يؤمن كاع بهذا الحلف هذا، هو ما عنده ما يدير به. فبالتالي ما عندوش اشكال انه يبعد اوكرانيا على الحلف الاطلسي. يعني الاسلحه والرادارات الى والصواريخ غادي يحيدهم في المنطقه اللي بغاتها روسيا، وفي المقابل غادي يربح ان روسيا غادي تبعد على الصين. اذا هنا الهدف الاقتصادي هو اللي كان من موراء اتخاذ هذه القرارات السياسيه. فاخواني اخواتي، هذا هو اللي نقدر نقول لكم بخصوص يعني كيف سيتعامل ترامب مع الصين. غادي شي حلقه اخرى ان شاء الله غادي نوضح لكم الجانب الاخر، الصين كيف سترد وكيف ستتعامل مع هاد يعني المواجهه ديال المفتوحه مع امريكا. اذا في الختام، الى عجبكم المحتوى ديال قناتكم ديوان الخبر، ما تبخلوش علينا باللايك وبالتقاسم، وما تبخلوش علينا كذلك بالتعليق ديالكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.